سنة 2003 وفي حوار مع مجلة وورلد سوكر سألوا مارادونا عن أفضل لاعب من وجهة نظره. قال لهم: بابلو هو اللاعب الوحيد حاليا الذي يمكنني أن أدفع المال لمشاهدته. إنه أفضل لاعب في الأرجنتين خلال الأعوام الجارية، وهو موهوب أكثر من ريكيلمي وسافيولا. وفي حفل البالون دور 2014 سألوا ميسي عن مثله الأعلى في كرة القدم، وكان رده إنه بابلو إيمار هو سبب عشقي لكرة القدم. ده غير كلام البرتغالي جورجي خيسوس مدرب بنفيكا، وكلام الأسطورة الهولندية يوهان كرويف عن بابلو إيمار. بابلو إيمار اللي الجماهير بتلقبه بإلماجو يعني الساحر، وبتلقبه كمان بإلباياسو يعني المهرج. بدأ مسيرته الاحترافية في نادي ريفر بليت الأرجنتيني، وتصعد للفريق الأول وعمره 17 سنة. تألق مع ريفر بليت لمدة 4 مواسم، لعب خلالها 96 مباراة وسجل 21 هدف. حقق الدوري الأرجنتيني 3 مرات وكأس ليبرتادوريس مرة. وفي استفتاء لجماهير ريفر بليت بيختاروا إيمار أفضل من ارتدى الرقم 10 في تاريخ النادي. في بداية سنة 2001 بيوقع إيمار لنادي فالنسيا الأسباني مقابل 24 مليون يورو، وده كان رقم كبير جدا وقتها، وكان أغلى لاعب في تاريخ نادي فالنسيا. الفترة دي كان فالنسيا عنده جيل ذهبي من اللاعبين. على سبيل المثال كان عنده ديفيد فيا وروبن باراخا وروبرتو ايالا ومندييتا والإيطالي كاربوني، وغيرهم من اللاعبين المميزين بقيادة المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر. وفي أول موسم ليه مع فالنسيا بيوصل لنهائي دوري أبطال أوروبا، ولكن بيخسروا من بايرن ميونخ بضربات الجزاء. أفضل فترات إيمار مع فالنسيا كانت مع المدرب الأسباني رافائيل بينيتز. فاز بالدوري الأسباني بعد غياب 32 سنة عن فالنسيا، وحقق الدوري الأوروبي على حساب مارسيليا الفرنسي موسم 2004، وكاس السوبر على حساب بورتو البرتغالي ومدربهم مورينيو في نفس الموسم. بعد فترة من التألق بيحصل خلاف بين المدرب رافائيل بينيتز والمدير الرياضي لفالنسيا خيسوس جارسيا، وبتتم إقالة بينيتز، وبيجي بعده الإيطالي كلاوديو رانيري اللي بيعاني معاه إيمار بسبب تغيير تكتيك اللعب والإصابات المتكررة. وبعدها بيبقى بديل أغلب المباريات، وبيقرر إنه يسيب فالنسيا بعد 5 مواسم لعب خلالها 162 مباراة وسجل 27 هدف. وفي صيف 2006 بيتنقل إيمار إلى نادي ريال سرقسطة الإسباني بعقد مدته 4 سنين مقابل 12 مليون يورو، في صفقة وصفت إنها الأهم في تاريخ النادي وكمان الأغلى في تاريخه. وفي أول موسم ليه بيشارك في 32 مباراة وبيسجل 5 أهداف، وبينهي سرقسطة الدوري في المركز السادس. في الموسم الثاني كان موسم كارثي بالنسبة لإيمار وبالنسبة لريال سرقسطة بسبب الأداء الكارثي للاعبين والمشاكل الاقتصادية اللي عانى منها النادي، وهبط سرقسطة للدرجة الثانية، وده خلى إيمار ينهي تجربته معاهم ويبدأ رحلة جديدة مع بنفيكا البرتغالي اللي كان مانع أي لاعب ياخد رقم 10 بعد اعتزال روي كوستا أسطورة بنفيكا. ولكن مع وصول إيمار إلى لشبونة ادوله رقم 10 بدون تردد. وفي حفل الإعلان عن الصفقة روي كوستا بنفسه بيسلم الرقم 10 إلى إيمار. لعب إيمار في 5 مواسم مع بنفيكا 170 مباراة وسجل 17 هدف، وحصل على الدوري البرتغالي مرة وكاس البرتغال 4 مرات، ولكن كانت غياباته عن المباريات كتيرة بسبب الإصابات المتكررة. وفي موسم 2013 بيرحل عن بنفيكا، وفي مفاجأة كبيرة بيروح نادي جوهور الماليزي اللي بيلعب معاه 8 مباريات وبيسجل هدفين. وفي موسم 2015 نادي ريفر بليت الأرجنتيني بيعلن عن التعاقد مع إيمار، ولكن الإصابات الكتيرة أجبرته على الاعتزال. على المستوى الدولي ومع منتخب الأرجنتين لعب إيمار 52 مباراة وسجل 8 أهداف، وشارك في كأس العالم 2002 في كوريا واليابان، وكأس عالم 2006 في ألمانيا، وشارك في كأس القارات 2005 وكوبا أمريكا 99 و2007. وفي سنة 2018 بيعلن الاعتزال بشكل رسمي، وكتب ميسي على حسابه رسالة إلى إيمار: اعتزل لاعب كبير وأحد الذين أعتبرهم مثل أعلى بالنسبة لي. بابلو إيمار، أتمنى لك الأفضل في حياتك المقبلة. شكرا لكل ما قدمته لنا وجعلتنا نستمتع به بطريقتك الساحرة. وبكده نكون شفنا حكاية لاعب من أمهر اللاعبين في تاريخ منتخب الأرجنتين. ياريت تعرفنا رأيك في مسيرته، هل كانت تناسب إمكانياته ولا كان يستحق الأفضل؟ ولو عايز تعرف حكاية أي لاعب من نجوم العالم اكتب لنا في الكومنتات عايز الحكاية اللي جاية عن مين، وما تنساش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان تبقى أول واحد يشوف الحكاية اللي جاية.